نعمل لانشون الفراخ. يلا بينا نعمل طريقة الفراخ المدخنة بطريقة جميلة وسهلة جدا، وريحتها هتبقى خطيرة والولاد كمان هتحبها. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعمليلي لايك واشتراك للقناة. ومعلش بقى على صوتي علشان دور البرد، ادعولي بالشفا. اول حاجة معايا انا جبت طبق بتاعي وحطيت فيه كوبايتين من مية البصل، وهحتاج معايا كمان معلقة ونص كبار من البابريكا المدخنة. ولازم البابريكا المدخنة في الوصفة بتاعتنا النهاردة بتدي ريحة وطعم حكاية، هتلاقيها عند اي عطار. ومعلقة كبيرة من البابريكا العادية، وتوم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسمر، وربع معلقة صغيرة من مرقة الدجاج الفورية، وربع معلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعلقتين كبار من صوص الباربيكيو، وعليهم كمان معلقة كبيرة من دبس الرمان. واقلب كل ده، هي دي البهارات بتاعتي اللي انا هحتاجها. اقلبها بقى واجيب صدور الفراخ بتاعتي، واحتاجي كده وانتي بتجيبي الصدور خليها كده الصدور تكون كبيرة معايا عشان تنفع معايا في الوصفة. اجيب بقى الصدور بتاعتي بعد ما غسلتها كويس، انقعها بقى معايا، ده خليط النقع بتاعي، هنقعها لمدة ليلة كاملة. واحاول كده اخليها كده مية البصل بتاعي تخش فيها بالمعلقة كده زي ما انتوا شايفين زي ما انا ما بعمل. واجيب السكينة واعمل فيها فتحات صغيرة، واعينها في التلاجة ليلة كاملة. وفي نص الليلة وفي نص اليوم بيطلعيها قلبيها كمان علشان تشرب من التتبيلة بتاعتي كلها. طلعتها معايا بعد الليلة الكاملة. اجيب بقى معايا بهارات بتاعتي، توم باودر وبصل باودر ومعلقة كبيرة من البابريكا المدخنة. واجيب الصدور بتاعي وادلك بيها بقى البهارات بتاعتي دي زي ما انتوا شايفين كده. اجيب بقى الطاسة بتاعي واحط فيها معلقتين من الزيت كبار، واخلي الزيت يسخن معايا، وانزل معايا بصدور الفراخ تدي معايا صدمة. انا مش عايزاها تاخد لون جامد قوي، هي يا دوبك بس تاخد الصدمة معايا. اطلعها بقى واجيب معايا صينية واحط فيها كوباية من المية، واحط معايا كمان معلقة كبيرة من صوص الباربيكيو، وهحط كمان معايا البابريكا المدخنة وحبة من دبس الرمان. وهجيب بقى معايا ورق الفويل لو انت عندك الشبكة، انا بسهل عليكم خالص علشان الناس اللي ما عندهاش الشبكة. لو انت عندك الشبكة حطي الشبكة وتحتها صينية وفيها برضك الخليط اللي انا قلتلكوا عليه، مية وبابريكا ودبس رمان وصوص الباربيكيو. احطهم بقى معايا، وجبت ورق الفويل وخرمته فوق الصينية، وحطيت معايا الصدور وادخلها بقى الفرن بتاعي لمدة ساعة كاملة. هي بتلاقيها استوت، وعقبال بقى ما تستوي معايا هحضر بقى الصوص بتاعي اللي هيدي لمعة جميلة لصدور الفراخ بتاعي. وهي معلقة كبيرة من عسل النحل، وعليهم كمان معلقة كبيرة من دبس الرمان، وأقلب كل دوت مع حبة مية صغيرين. يا خراشة على الجمال وعلى الحلاوة، ايه الجمال ده! ادهن بقى معايا صدور الفراخ بتاعي، يا نهار ابيض على الجمال، خطيرة. الصوص ده بيدي لمعة كده لفترة طويلة كده، بيخليه ريحته كده وطعمه وشكله رهيب. اخدها بقى كده اسيبها معايا لحد ما تبرد، شايفين الشكل اصلا هي بتتكلم على نفسها. اسيبها بقى لحد ما تبرد معايا تماما، واحطها في العلبة بتاعتي وعينها في التلاجة لمدة ليلة تانية كاملة او ساعتين. لو انت مستعجلة خليهم لمدة ساعتين بس ان هي تسقع معايا شوية. واخدها بقى واقطعه معايا، شايفين بيتقطع بسهولة. شكل الفراخ من جوه عاملة ازاي ومن بره رهيبة وخطيرة جدا. هي دي الفراخ المدخنة بطريقة سهلة جدا ومش هتاخد معاكي وقت والله، وجميلة جدا. شايفين الجمال وهي بتتقطع؟ شايفين بقى جبتلكوا قطعة اهي، شايفين شكلها رهيب. هجيب بقى العيش القرون واحط كده حبة من الجرجير وعليهم شرايح من الطماطم، واحط بقى معايا الفراخ. يا خراشي على الجمال، شايفين الشكل والطعم حكاية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد، وربنا يحسن ما بين ايديكم.